السلم أو في الحر. أهلا بحضراتكم ولقاء جديد وعلى المصري دور. من المهم جدا أن تكون هناك مؤسسة ناجحة للدولة في كافة المجالات، ومن الهام أيضا أن تكون إدارة هذه المستشفى على قدر كبير من الوعي والثقافة والخبرة في هذا المجال. يسعدنا ويشرفنا تكون معانا في حلقتنا النهارده الاستاذه الدكتوره حنان الغنيمي، عميد معهد التذكاري للابحاث الرماديه. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك، اهلا منورانا. عايزين نتكلم ايضا عن حديثي الولاده، الاطفال ذوي الهمم ليهم خدمات خاصه. بالظبط زي ما قلت لحضرتك، البروجكت بتاع حديث الولاده اللي هم الاطفال المبتسرين اللي بيبقوا مولودين وزنهم قليل او مولودين بدري، بيحتاجوا يتحطوا في حضانات على ما الجهاز التنفسي بتاعهم ينمو، وبالتالي بياخدوا اكسجين. الاكسجين ده بيأثر على الاوعيه الدمويه في الشبكيه، وبالتالي احنا لازم بيتفحص قبل ما يخرج من الحضانه، وفي طريقه نتدخل في الاطفال وهم اوريدي لسه في الحضانات، لان اليوم بيفرق ممكن يخشوا بقى بعد كده في نزيف وانفصال شبكي، وبتبقى العمليات اصعب بكتير على انه يتشخص من بدري. واللي ساعد على كده كمان زي ما قلت لحضرتك، احنا عندنا في كاميرا متنقله، ودي موجوده كمان في كذا حضانه من حضانات هيئه الارشادات التعليميه في المحافظات، وبالتالي الصور نفسها ممكن تتنقل، وفي دكاتره بييجوا يتدربوا عندنا بحيث نقول له لا دي محتاجه تدخل دلوقتي، دي متابعه بس، دي شوفها تاني بعد اسبوعين من الصور ومن الفحص. وعندنا امل انها تعمم على جميع الحضانات الحقيقه في مصر، لان دي حاجه مهمه جدا، وان شاء الله البروسيس شغال يعني، لانه بيجي نتائج وذوي كويسه. الهمم ذوي الهمم الحقيقه زي ما حضرتك شايفه، احنا حتى عندنا الراكس موجوده اللي بيبقى له طبعا اولويه في الدخول اول ما بيوصل. ما فيش شك، لان هم بيبقى عندهم تحديات كتير، فاحنا لازم نخفف عنهم على قد ما نقدر يعني. لهم اولويات طبعا في كل حاجه. سنوات طويلة ومصر كلها تتحدث عن البحث العلمي ومدى أهمية البحث العلمي في كافة المجالات، فكون أن المعهد هنا متواجد في قسم خاص للأبحاث، وفي اسمه الحقيقة هو اسمه أبحاث الرمد. إيه هي الأبحاث اللي قدمها المعهد مؤخرا، وإيه الجديد اللي وصل له في عالم الرمد والعيون؟ بص حضرتك، احنا الريسيرش دوت ما بيوقفش، ويعني الحكايه ان لازم يبقى في اراده طول الوقت، ان احنا حتى لو ما وصلناش لحاجه في البحث ده، البحث اللي بعده هيوضح وهكذا. ودلوقتي الحقيقه في تشجيع جدا لموضوع الابحاث موجود. احنا زي ما بقول لحضرتك عندنا مركز كامل ليه. عندنا بحث بتاع المبتسرين ده 12 شغالين حاليا في بحث عن الامراض الجينيه، بالذات الميه الزرقاء في الاطفال، ومعمول برضو من كذا المحافظات على قد ما نقدر، لان الجينات بتختلف من مكان لمكان وعلى حسب زواج القرايب وكده، فبنعمل دراسه على الموضوع ده دلوقتي عشان نحدد الجين المسبب، لان دلوقتي خلاص احنا دخلنا في مرحله ان بقى في علاج جيني موجود في للعيون، فلازم فكل ما بتحددي بالظبط تعرفي بالظبط الجين فتقدري تلاقي له علاج. فدي من اهم الابحاث اللي شغاله حاليا. في ابحاث كتير بقى شغاله عن الشبكيه وعن السكر والاطفال، السكريننج للميه البيضاء وسكريننج للنظر، لان طبعا سن الطفوله ده بيبقى كريتيكال، لانه لو مثلا زي حالات الكسل العين، لو طفل عنده عين ضعيفه وعين قويه، مثلا عين فيها قصر نظر شديد او طول نظر شديد، لو ما تعالجش مظبوط من الاول العين دي بتحصل لها حاجه اسمها كسل،
لان المخ اتعود على ان الصوره دي جايه من العين دي مزغلله، واللي عنده العين مثلا الثانيه شايف كويس، او العينتين مزغللين. فخلاص المخ اتعود على ده. لو عدى سن معين يعني مهما عملتي ما بتتحسنش. فهو في ويندو كده بيبقى مفتوح انك تلحقي، سواء طبعا اصلاح النظر، غطاء للعين السليمه عشان العين الثانيه تبتدي تشتغل كويس. يعني ليها متابعات وليها نظام بروتوكول معين للمتابعه، بيبقى مهم جدا، بيبقى مهم جدا. عشان كده دايما بننصح زي ما بيقولوا الوقايه خير من العلاج. ده حقيقي ان لازم الطفل يتفحص بدكتور عيون من اوائل الولاده. لازم النظر يتفحص، اذا كان محتاج نظاره يلبسها ان شاء الله من شهور او سنه يلبس، وما يبقاش الاهالي عندهم يا هيلبس نظاره فيش حاجه. ده في اشكال جميله للنظارات للاطفال، حتى الكفرز اللي هي لو هيغطي عينه عاملين حاجات عليها العاب وحاجات بتاع، وبعدين الطفل نفسه ما بيبقاش عنده مشكله. هي المشكله بتبقى في الرياكشن بتاع الاهالي الحقيقه. فدايما الواحد يقول لهم لا، ده واحد يحمد ربنا انها حاجه بتتصلح بسهوله ونضاره وحاجه بسيطه. عند دخول المدارس لازم يبقى في تقييم لموضوع النظر، لان زي ما قلت هي فتره عديناها. بيبقى كل ما بنتاخر بيبقى التدخل نتائجه اقل، مفيش شك. كل ما التدخل كان سريع ومظبوط وفي الوقت المناسب وبالطريقه المناسبه، كل ما تقريبا بقينا زي النورمال، ما بتفرقش. ايه اكثر الامراض شيوعا في مصر هنا يا دكتور بالنسبه للعين؟ بص حضرتك، هو طبعا في امراض طبيعيه بتحصل في العالم كله مع السن، زي مثلا الميه البيضاء، زي المشاكل بتحصل في الشبكيه مع السن، التحلل اللي بيحصل في مركز الابصار. دي حاجات كلها موجوده عالميا. بنشوف كمان كتير قوي امراض الشبكيه نتيجه لامراض السكر، وده الحقيقه برضو من الحاجات اللي هي الوقايه فيها خير من العلاج، لانه تظبيط السكر بشكل واضح. احنا عندنا معهد السكر من ضمن وحدات الهيئه، وقايم بدور كبير جدا الحقيقه، واحنا في تعاون طول الوقت بينا، وفي هناك عياده عيون وعمليات عيون متميزه. لان العيان للاسف ما بيجيش غير لما يحصل مشكله، يبقى مش شايف او حاسس انه مش ما بنهتمش بصحتنا ولا الشيك اب. لكن لا، انا لو جيت متابعه، المفروض زي ما بعمل تحاليل سكر بعمل فحص القاع، علشان انا ده ممكن بليزر بسيط امنع مشاكل قد كده. ممكن بحقنه بسيطه داخل العين امنع ارتشاح وامنع مشاكل ممكن تحصل بعد كده، تبقى العمليه اكبر والنتائج اوحش. فمجرد المتابعه، يعني فعلا لازم مريض السكر زي ما بيتابع مع دكتور السكر بتاعه، يتابع لازم في زياره في الاول، وبعدين هيقول له مثلا كل 6 شهور لا طب اعملي الاشعه دي وارجعي لي، طب وهنلاقي حل. لكن ان انا افضل مستني لحد ما فجاه لا قدر الله الاقي نزيف والاقي نفسي مش شايف، وده الحقيقه للاسف بنشوف خطر على ايه. في وعي شويه عن الاول، الناس بقى عندها وعي فعلا، وبركه فيكم بقى في الاعلام وبتوعوا الناس. والله يا دكتور بركه فيكم، انتوا بتوعونا احنا كمان يعني. فلا بقى في فعلا يعني، وبالتالي احنا كمان من ضمن الابحاث زي ما حضرتك بتقولي كده، فكره السكريننج، ان انت تروحي للناس تشوفي مثلا 1000 مريض سكر، بحيث فعلا تديله الخدمه من بدري. صحيح، ده مهم. حضرتك ذكرتي لي ان في اكتر من معهد في مصر، يعني في هنا وفي دمياط وكذا مكان. هل لا دي مستشفيات متخصصه يعني. هل في تعاون بينكم وبين بعض، وهل في لسه ارتباط ما بين هنا وما بين المعهد في لندن؟ لسه مع عائله مكالم نفسه فعلا فادوا بيجوا متخصصين برضو ولا لا هم مش دكاتره بس هو بيجي ساعات يزور المعهد لما بينزل مصر. لانه هو فعلا قام بدور مهم جدا دكتور مكرم في الرمد في مصر الحقيقه. والتنسيق بينكم وبين مستشفيات الرمد الاخرى، هل في تنسيق، في تعاون تعاون؟ عن طريق يعني الادارات والهيئات، وطبعا بنتقابل في المؤتمرات، في الابحاث، في ساعات حاجات كتير بتبقى مشتركه. يعني في الاخر المجتمع الرمدي بيبقى
متواصل ومع الجامعات، وده في الاخر بيبقى لصالح المريض مفيش شك يعني. أكيد. هي فرصة وجودنا مع حضرتك ان احنا ناخد بعض النصايح العامة للعيون في، يعني خليني مش هقول في فصل الصيف لان اغلب ايامنا بقت صيف ما شاء الله. ايوه. ففي فترة الحر، الصيف، الشاطئ للاطفال، ازاي نقدر نحافظ على عيوننا؟ وفي ملحوظة انا عايزة اسأل حضرتك فيها برضو، ان دلوقتي زي ما ذكرت هي الامراض الشائعة اكتر المية البيضاء او المية الزرقاء. هل ده كان موجود من زمان يا دكتور ولا لا، او ليه زاد كده بالشكل ده؟ هو ساعات الزياده بتبقى علشان زياده الوعي وسهوله التشخيص. يعني كان زمان مثلا الميه البيضاء نقعد نقول لا ده لسه ما استوتش، لما تستوي، لان العمليه كانت بتتعمل بتكنيك مختلف. دلوقتي لا بالعكس، انا ممكن من بدايات الميه لو عملت العمليه تبقى اسهل. والعيان كمان دلوقتي احتياجاته للنظر مش زي زمان. يعني زمان كان مجرد انه بيتحرك في بيته او بيروح، ما كانش فيه الاحتياج للحاجات الدقيقه زي دلوقتي. فدلوقتي لا، انا ممكن بعمل العمليه من بدري وبالعكس بتجيب نتائج احسن. الميه الزرقاء نفس الحكايه، الميه الزرقاء دي بنسميها سارق النظر، لان لو الدكتور ما اكتشفهاش بيفضل يأثر على العصب البصري لحد ما يوصل لمرحله انه يجي فجأة يحس بمشكله انه مش شايف. المجال نفسه يبتدي يضيق بتاع الابصار لحد ما فجأة العصب ما بيشتغلش. فلو دلوقتي بقى في وعي، بقى الناس بتيجي تكشف، بيقيسوا ضغط العين، دكاتره بقى بيعرفوا انه يقيس ضغط العين مهم، فبالتالي بقى في تشخيص بدري. زواج الاقارب له عامل برضه، زواج الاقارب بيزود نسب كتير من الامراض دي في الاطفال، الامراض الوراثيه طبعا مفيش شك بازيد يؤثر على العين تحديدا كمان. بتاعنا احنا بتاع الشرق الاوسط والدول عندنا اكتر، يعني في امراض هم بيشوفوها مره في السنه احنا بنشوفها كل يوم. فطبعا كل ده عمل تغيير يعني للباترن بتاع الامراض. بالنسبه للنصايح يعني بقى والله هي يعني بمناسبه احنا بنتكلم على العصر والتطور، لا الشاشات طبعا، التعامل مع الشاشات بالذات في الاطفال هو مش بس بيأثر على العين، هو بيأثر على الفقرات وبيأثر على الجهد العصبي للطفل لو قعد زياده عن اللزوم. فهي النصايح انه يعني معدل كم في وقت في اليوم مثلا مش تقولي بالظبط وقت قد ايه، لكن ده طبعا محتاج دراسات كمان للسيكولوجي والاطفال وكده، لكن هو دايما الواحد بيقول المعقول كويس. يعني احنا كمان يعني مثلا هيقعد على الموبايل او هيقعد على اللابتوب او هيقعد على بالنسبه لعينه لازم المسافه تبقى معقوله، لازم يبقى في اضاءه حواليه، ما يبقاش النور المصدر الوحيد ليه هو الشاشه. لازم يغير بصره. احنا في عندنا قاعده اسمها 20/20، يعني كل تلت ساعه لازم ابص على مسافه بعيده ولو 20 ثانيه عشان اريح عضلات العين. انا مع الوقت الدراسات اثبتت انه الطفل لما بيقعد فتره طويله طول الوقت فده بيعمل انقباض في العضله فيخلي قصر النظر يزيد في الاطفال، ودي ملحوظ. فطبعا يعني ترشيد الحاجات دي لا مهم مش بس الاطفال، الكبار كمان. صحيح. يعني الواحد ساعات يقعد بالذات الشغل دلوقتي كتير على الشاشات، فبيفضل قاعد على الشاشه يشتغل وما بيحسش بالوقت. صحيح. فلا لازم مع طبعا لو في اي انكسار او عيب في الابصار لازم يبقى لابس نظارته اثناء الشغل على الشاشه، ما يبقاش في اهمال يعني يهتم. مهم طبعا. دايما المؤسسات العملاقه بيكون فيها قوائم انتظار، ماذا عن هذه القوائم؟ بتتعاملوا معاها ازاي يا دكتور، خصوصا لو في حالات يعني عايزه تبقى محتاجه ان هي تكون تتعالج سريعا؟ هو المعهد مشارك وقوة في المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار. احنا من ساعة ما بدأنا من 2019 احنا وصلنا حوالي 18,000 حالة شغالين فيها من خلال قوائم الانتظار. لان هي في الاخر، لكن هي النقطه اللي حضرتك يعني فعلا لمستيها، فكره ان العيان ممكن ما يكونش محتاج يستنى، لا ده بيتعمل في ساعتها. يعني بيخش على طول احنا عندنا خدمه بتراعوا ده يا دكتور؟ طبعا ميزانيه الدوله بتغطيها. فطبعا لو حاله لازم يخش دلوقتي بيخش على طول في يعني الويتنج ده بيبقى في الحالات اللي هي
يعني عندنا رفاهيه الانتظار، ميه بيضاء حاجات، لكن غير كده لا. وحتى دلوقتي حتى قوائم الانتظار بسبب الدعم المتواصل من الدوله ليها بقت قليله جدا. الوقت اللي بيستناه المريض ما شاء الله بقى قليل جدا، علشان نظر زي ما حضرتك عارفه طبعا المريض بيبقى عايز يتعالج طبعا بسرعه اقل. الخدمه الطبيه واحده وبنفس الوقت وبنفس السرعه وبنفس الكفاءه. هي بتفرق بقى ايه في الاقامه، في الحاجات الفندقه يعني. لكن الخدمه ما بنفرقش بين خالص اي نوع من انواع العلاج، سواء دافع فلوس او الدوله مغطيه فلوسه او مجاني، او كل ده كله بياخد نفس الخدمه. حضرتك بتطمحي لايه في المستقبل بالنسبه لهذا الصرح العملاق، وبالنسبه لحضرتك كطبيبه ايضا؟ المعهد ككيان الحقيقه يعني الواحد هو اوريدي بدأ يحط رجله على العالمية، وانه يقدم ان احنا عندنا بنشترك في مؤتمرات عالمية، بنشترك في ابحاث بتنشر في مجالات عالمية، بيجي لنا اطباء من كل انحاء العالم، من امريكا ومن اوروبا، بيشتغلوا عندنا وبيعلموا الاطباء الشباب، وبيشاركوا في المؤتمرات والايام العلميه اللي بنعملها. فالواحد بيطمح ان الدور ده يفضل موجود ويفضل يزيد، لانه في الاخر برضه بيصب في المريض. ان التطوير والحفاظ على التطوير اللي اتعمل الفتره السنوات اللي فاتت كلها، ان الحفاظ عليه، وان دايما نفضل نواكب. احنا الرمد من الافرع الطب اللي مفيش فرق تقريبا بين هنا مصر وبين بره، يعني نفس الخدمه، نفس الاجهزه، نفس الكفاءه، كل حاجه. دايما الموضوع ده يفضل يزيد ويكبر، والتعاون مع الجامعات برضو يكون اقوى، والمؤتمرات وكل الحاجات دي حقيقه نامل انها تكون اوسع، عشان في الاخر المريض ياخد خدمه مظبوطه ومتميزه. اكيد. الحقيقه يعني دائما الخبراء والمتخصصين المكان وعلى اعلى مستوى واحدث الاجهزه، ولكن الاداره هي التي توجه هذا المكان وتوجه العاملين فيه. قد ايه الاداره مهمه، قد ايه احنا النهارده في صرح مميز جدا كحضاره وكخبره وايضا كاداره. في ختام اللقاء بشكر الاستاذه الدكتوره حنان الغنيمي، عميد معهد التذكاري للابحاث الرماديه. شكرا وبالتوفيق دايما. شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا. وبشكر حضراتكم، والى اللقاء في الحلقه القادمه على المصري دور. عالمصري دور وصور واحكي حكاية شعب، عالمصري دور واسأل مين فينا عاشها بقلب، تلقى الحبايب في ايدك ماشيين معاك في الدرب، قاسمين معاك الابتسامة، صابرين في وقت الكرب. إرادة زي الجبل في الاجتهاد والعمل، على الحياة يقدروا، على الحياة يقدروا في السلم